المكان اللي احنا فيه النهاردة يعتبر الأول من نوعه في العالم العربي، تقدر تقول عليه آلة زمن. وعشان نعرف تفاصيل أكتر يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. لما تكون عايز تعرف حضارة شعب أو بلد يبقى لازم تتعرف على ثقافته ومظاهر حياته خلال عصوره المختلفة، ودي الفكرة اللي عملها المتحف اللي احنا فيه النهاردة وبتميزه، واللي بيحتوي على قطع أثرية مختلفة بتحكي مراحل تطور الحضارة المصرية منذ فجر التاريخ حتى عصرنا الحديث، مرورا بعصور المصري القديم واليوناني والروماني والقبطي والإسلام الحديث والمعاصر. هنلاقي مثلا أقدم هيكل عظمي على مستوى العالم لإنسان ما قبل التاريخ، وهو هيكل نزلة خاطر، واللي بيرجع عمره ل35 ألف سنة تقريبا، ومعاه بعض الأدوات اللي كان بيستخدمها في حياته زي السكاكين اللي كان بيصطاد بيها الحيوانات، وكمان بيحمي بيها نفسه ضد أي خطر خارجي. كمان موجود أدوات الزراعة في حياة المصري القديم واللي كان بيستعملها في عملية الزراعة زي الفؤوس والحبال وجراب البذور وغيرهم. وهنشوف مجموعة من التماثيل اللي بتشرح ازاي المصري القديم كان بيصنع خبزه وبيطحن الغلال، ده غير نماذج من الخبز اللي كانوا بيعملوه. أما العمارة فهناك تماثيل بتوضح نماذج من بيوت المصري القديم من الدولة الوسطى، من ضمنها نموذج نادر لبيت متعدد الطوابق وأدوات المعماري في عمله، وكمان مجموعة من تماثيل بعض الآلهة زي نخبت وميرت سجر والبقرة حتحور، وهي أشهر معبودات مصر القديمة واللي بترمز للعطف والحنان والألفة للإنسان في هذا العصر. وهنشوف تمثال لإخناتون بحجم كبير ونماذج مختلفة من تماثيل تلك الفترة الزمنية. ومن ضمن التوابيت الموجودة في المتحف تابوت الكاهن نجم عنخ اللي تم رجوعه لمصر بعد خروجه بطريقة غير شرعية خارج البلاد، وهو أجمل التوابيت في ذلك العصر. أما العصر اليوناني والروماني فهناك مجموعة من العملات والبرديات لوزير المالية زينون، وهي مجموعة فريدة، بالإضافة لكنز دوش الذهبي النادر واللي بيعد أغلى كنوز العالم واللي بيرجع للعصر الروماني. أما العصر القبطي فهنلاقي نماذج للفنون القبطية ممثلة في أبواب مطعمة بالعاج والملابس الخاصة داخل الكنائس والصلبان المختلفة والمنجلية الخاصة بالإنجيل. وكمان هنشوف المشربيات وقد إيه الدقة والفن في تنفيذها، واللي كانوا بيراعوا فيها توزيع الضوء والزجاج الملون ألوان مبهجة داخل البيوت. ومن أجمل نماذج الفن في العصر الإسلامي هو منبر أبو بكر مزهر، واللي بيرجع تاريخه لسنة 1480، وهو من أعظم الصناعات اليدوية الخشبية في ذلك العصر. وبجواره هنلاقي صندوق كان بيستخدم في حفظ كتاب الله القرآن الكريم من عصر الملك قنصوة الغوري، ده بالإضافة لمجموعة تماثيل للخديوي إسماعيل وطلعت حرب وغيرهم. أجمل حاجة موجودة في المتحف هي نموذج كسوة الكعبة اللي خيوطها من الفضة، ودي كانت بترسل من مصر للسعودية قديما منذ أيام عمر بن الخطاب. والكسوة الموجودة دي هي آخر كسوة اتصنعت في مصر، وبترجع لفترة الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1381 هجرية، بالإضافة للمحمل اللي كان بتوضع فيه الكسوة في رحلتها إلى مكة المكرمة، والمحمل ده بيرجع لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني. وكمان موجود مفاتيح الكعبة وجراباتها اللي كانت بتوضع فيها. وطبعا كان نفسي أصور المومياوات اللي تم نقلها في مكان مخصص بالمتحف، إلا إن التصوير في المكان ده ممنوع طبقا لتعليمات المتحف، وده حفاظا على المومياوات وسلامتها. وبصراحة مش هقدر أوصف لكم قد إيه جمال وروعة وبراعة التحنيط اللي محافظ عليها حتى وقتنا الحالي، وده بيأكد إن الفراعنة ما زالوا محتفظين بسر خاص بيهم في التحنيط لم يكتشف حتى الآن. طبعا النهاردة احنا كنا في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وياريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم.